بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم الثاني في مدينة النجف، إن شاء الله تحضيرنا لمباراة نفط الوسط. يعني ما أعرف أريد أقول على وضع مباراتنا السابقة ونتائجنا السابقة، بس إحنا كنا بمباراة سابقة والله لا نستحق لا الخسارة ولا التعادل في جميع الأحوال، مرورا من تعادل الزوراء إلى خسارة الأمانة إلى خسارة الزاخوة إلى تعادل القاسم إلى تعادل ديوني. كنا الفريق الأفضل كنا أفضل بعدة نواحي. مشكلتنا حاليا عدم التوفيق بضاعة الفرص، بس إن شاء الله خلال هاليومين صار عمل مركز على هذا الوضع، وكذلك دراستنا لفريق نفط الوسط، وشاهدنا المباراة السابقة لنادي نفط الوسط، وإن شاء الله درسنا كل مقومات النجاح لفريق نفط الوسط، وراح يستطيعون لاعبينا من راح يحدون من هذا موضوع نجاح كفريق، كقوة جوية، كوضع عام. يعني فريق جيد، فريق ما بي قصور. مشكلتنا عدم التوفيق بإحراز الأهداف، وإن شاء الله راح نكون هاي مباراة التعويض مباراة خاصة لنا ولفريقنا، وخصوصا لأن أكو موضوع يعني كلش مهم ضروري نعيد الفريق توازنه ونعيد إلى الفوز، وإن شاء الله أتمنى التوفيق للجميع وتحقيق الفوز، ونهدي هذا الفوز لجمهورنا الوفي ولا مناصرينا الأبطال. مع تحياتي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تعرفون يمكن احنا جينا استعدينا قبل 4 أيام أو 3 أيام للمباراة تحضيرا لهذه المباراة، لأن المباراة مهمة، وأكيد اللاعبين خلال هذه التمارين يعني نشوفهم يتمرنون بمعنويات عالية، وإن شاء الله إصرارهم وعزيمتهم على يعني الرجوع إلى سكة الانتصارات إن شاء الله. لأن مثل ما تعرفون أغلب المباريات اللي خضناها واللي تعثرنا بها بسبب سوء الحظ وعدم الموفقية، كنا أفضل وكنا أحسن وكنا أخطر على المرمى يمكن بشهادة الجميع. إن شاء الله هاي المباراة راح يكونون يعني قدم الفريق مستوى متميز ونحقق ال3 نقاط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خضنا معسكر تدريبي قبل يومين في محافظة النجف الأشرف. إن شاء الله يا رب هاي المباراة نصحح مسير الفريق. أكيد إحنا الفريق كله عازم على 3 نقاط. المباراة السابقة فقدنا نقاط كثيرة، إن شاء الله يا رب نصالح الجمهور بهذه المباراة توفيقا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أكيد الكل يعرف يوم كانت تنتظرنا مباراة صعبة ومباراة مهمة نفس الوقت. نتمنى الله يوفقنا إن شاء الله. ما عندنا مشاكل، جميع اللاعبين جاهزين. تقريبا صارنا 3 أيام داخلين معسكر داخلي في مدينة النجف. نتمنى الله يوفقنا إن شاء الله يوم قد إن شاء الله. طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بصراحة مثل ما تعرفون يعني دائما نحكيها وهم نحكيها، الحمد لله الفريق جاهز لكل مباراة، بس سبحان الله الكل يعرف يعني الأداء الفريق كلش زين، بس سبحان الله نهاية الفرصة ما جاي تصير هدف. الحمد لله إن شاء الله، بلكي نتمنى من الكل إنه يدعونا إنه نرجع للسكة الصحيحة. يعني بصراحة الفريق ما شاء الله كل يشوفه فريق جاهز لكل مباراة، الفريق ما شاء الله كلعب كأداء، يعني خاصة الرياضيين يعرفون الفريق شنو جاي يقدم. نتمنى إن شاء الله الفريق يرجع للوضع الطبيعي، وأكيد راح يرجع إن شاء الله الفريق. التوفيق إن شاء الله جميعا.